بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأتيني رسائل كثيرة من الأخوات: يا شيخ أنا كل ما نخرج برا ندخل للدار نحس بتعب ونحس بإرهاق وفشلة ونبدأ نعرق ونبدأ فيا ريحة عرق غير عادية، وإلا رحت للعرس كي نجي من العرس نحس بمرض وتعب، بلا كنطيح سمانة وأنا فراش بدون سبب، ولا هو مرض عضوي ولا أي شيء. حتى وليت نخاف لا نروح للعراس، ولا عيرضوني على أسبوع، ولا وليت نحتذر ما نروحش، خاطش وليت كل ما نروح المناسبات ولا هذو السبات نمرض ويصرى فيا الباطل. وشي هذا يا شيخ؟ وعلاه راني نمرض بدون سبب؟ وعلاه كي يروح للطبيب يقول لي ما عندك والو، بصح انا مريضه بعد اللي رحت للعرس ولا رحت اي سبه من المناسبات هذو نطيح فراش. هنايا نقول لك يا اخيتي، عندك هاله نورانيه قويه، هي تجذب العين ليك، هي تجبد لك الطاقه السلبيه من عند الناس، هي تاثير الناس يشوفوا فيك بدون شعور. اما لهذيك الاسهم تاع العين تاع الطاقه السلبيه راهي تخترق الجسد تاعك، مما تحسي بتعب وارهاق شديد، وتحسي بتعب كي تروحي للدار وتبداي تعرقي بلا سبب ويكون العرق تاعك فيه ريحه، لان هناك طاقه سلبيه قويه في الجسد. وهذه الطاقه لازم تخرج باي طريقه من الاشكال. هنايا اخيتي نصحك اول ما تجي ولا قبل ما تروحي للعرس ولا اي مناسبه، وبعد ما تجي تغتسلي قبل ما تروحي وقبل ما تجي، وبعد ما تجي تغتسلي بسدر وماء الورد وماء مرقي، تقعدي فيه نصف ساعه، وبعدها تخرجي من ذلك المختص وترمي هذاك الماء في مكان طاهر طبعا. وبعدك ترقي نفسك بنفسك، تضمي يديك كيما هكذا، تقراي الفاتحة 3 مرات، وآية كرسي 3 مرات، وأواخر سورة البقرة 3 مرات، والمعوذتين وسورة الفلق، وبسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك 7 مرات، وتدهني به الجسد تاعك كامل، تحصني نفسك جيدا، تروحي العرس لا بأس عليك، وبإذن الله ما تكون حتى شيء. وكي ترجعي من العرس مباشرة تجعلين هذه نفس الطريقة، إذا كانت الهالة تاعك فيها طاقة سلبية تمحى وتنزع بقوة الله العزيز الجبار. مع تحية شيخ الراقي والمعالج أبو تقي الله الجزائري.